عميد الكلية القادم في علم الغيب أولا، إنما بنسبة 100% إن أنا قائم على أعمال العمادة إلى انتهاء هذا العام الدراسي على خير بامتحاناته بنتائجه بكل ما فيه. لو اجريت الانتخابات، وانا اتمنى انها تجرى انتخابات العماده بعد كده بالانتخاب، واتمنى. طيب استاذ حضرتك يا دكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل استاذ اسامه، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا سيدي. اخبارك ايه؟ الله يخليك. شكرا. في جديد النهارده في موضوع الاستاذ رضا هلال؟ هو انا حضرتك رحت للنائب العام النهارده، واخد بال حضرتك، ما كانش هو موجود، فكان موجود النائب بتاعه عادل بيه السعيد. ايوه، واخد بال حضرتك، وعرضت الامر عليه وسلمت له صوره من الوثيقه اللي جت في الجريده الكويتيه يوم 18/5 اللي هو كان يوم الاربعاء. واخد بال حضرتك؟ سلمت صوره منها، واخد بال حضرتك، وقريها الراجل وتحفظ بها، واستدعى المستشار هشام جعفر على اساس يحطها في الملف. ثاني حاجه ان انا عرضت عليه الامر بتاع الجورنال النهارده اللي هو جريده الفجر امبارح. تمام. اللي هي في السوق دلوقتي، هي في السوق هي عدد 305 صادر النهارده. يعني هو المفروض ان هو تكون في السوق النهارده، لكن هي كانت في قبل كده موجوده من زمان. فطبعا انا الراجل قري الكلام وسبت معاه الجورنال اتحفظ به، فقال لي كلام عادي زي اي كلام، زي ما قالوا ان جماعه الجهاد اختلفوا في 2005، زي ما قالوا ان القذافي خده. فقال ايه انت ايه يعني يا اسامه اللي احنا لسه بنحقق ليه يا حبيبي؟ كل كلمه هتجري وراها كده وبتاع ومش عارف ايه، احنا بنشفق عليك وبنشفق على الاسره. قلت له ما هو الكلام يعني ما يكون على المنشط الرئيسي مكالمه من رضا هلال مع زوجة وزير رفاه العدل فضربوه حتى الموت ودفنوه في الجيل الحي. فطبعا كانت مشكله وكانت ماساه على الاسره بل البلد كلها. طيب يعني انت هقول لحضرتك برضو الجديد انه البلاغ اللي تقدمت بيه النهارده انضم للملف. طب في خيط انت بعد حضرتك ما نزلت من عند النائب العام، في خيط انت شايف يعني معلش هل هناك امل؟ هو ان شاء الله هو الامل قائم، بس انا بتكلم على الاجراء بتاع النهارده. هو قال لي دلوقتي، اصل انا بقول له دلوقتي، قال لي والله احنا بنحقق والتحقيق ماشي في سريه تامه، واخد بال حضرتك، على اساس اصل انا بقول له دلوقتي انتوا استدعيتوني يوم 30/3 واستجبتوني يوم 30/3 اخدتوا اقوالي. من قال لي هو النتيجه انت مش هتشوفها. قال لي احنا دلوقتي لان مثلا احنا باعتين لفاروق لاشين، باعتين لاسماعيل الشاعر، باعتين لناس كتير. فقال لي طبعا لو ان كل واحد مثلا هيبقى يومين 3 مش هنلحق. فقال لي هي الموضوع بس مساله وقت، واخد بال حضرتك. وقال عمل استدعاء رسمي للاستاذ محمد الباز اللي هو الصحفي اللي منزل الكلام ده في الفجر. ويستجوب قالوا عادل حموده برضه اللي هو رئيس التحرير. لان انا قلت له يا فندم في 18/3/2003 حصلت نفس المأساة، وكانوا برضه قالوا منشطي برضه في صوت الامه. هو ده اللي قالوا فيه ان هو راح المستشفى مستشفى الامراض العقليه ولا اخره، مش كده؟ لا 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 لا، ده كان في اللي هو 18/3 ده كان امراه مطلقه من 4 رجال تكشف له اختفاء رضا هلال. واخد بال حضرتك، وطلعت فبركه اللي هي بتاعت الاستاذه ليلى نجاتي، وليلى نجاتي رفعت قضيه عليهم. لكن موضوع العرض على السيد الوزير في الوثيقه اللي انا بعتها لسيادتك النهارده الساعه 6، واخد بال حضرتك، نفيد سيادتكم بانه تقرير حول حاله المدعو رضا هلال للعرض على السيد الوزير سري جدا. تمام. نفيد سيادتكم بانه قد تم نقل المدعو رضا هلال اليوم الساعه 10:30 الى سراي مستشفى العباسيه للامراض العقليه بعد ان فقد النطق تماما وساءت حالته الصحيه، وتم قيده بدفتر وارد المستشفى بناء على استماره التعريف المعتمده والمرسله معه من طرفنا ببيانات مختلفه عن بياناته الاصليه. يعني اسم غير اسمه وبيانات غير البيانات خالص. تمام. وقد عينت عليه الحراسه اللازمه مع التنبيه على افرادها بالحرص على عزله منفردا بعيدا عن باقي المرضى وبعيدا عن الزوار. وتم التنبيه على اداره المستشفى بافادتنا ببيان حالته مع تغيير كل نبطشيه مرفق طي التشخيص الطبي المبدئي لحاله المذكور. انتهى. وبعدين ده بتاريخ امتى ده يا استاذ اسامه؟ ايوه. ده بتاريخ امتى ده؟
ده حضرتك نازل، دي وثيقه ونزلها الزميل فواز عماد فواز في الجريده الكويتيه يوم الاربعاء 18/5. يعني دي نازله يوم الاربعاء 18/5. يعني النائب العام او مكتب النائب العام قال لك هينضم هذا الامر للملف. قال يستدعى كل من محمد الباز، عادل حموده، ويستدعى الصحفي عماد فواز، بحيث قال لي انت مش كل حاجه عينها هتجري كده. قال لي يعني حرام كده. يعني هو دلوقتي هيتم استدعاء مين يا استاذ اسامه؟ هيتم استدعاء محمد الباز اللي هو الصحفي اللي كتب طبعا ده زميلنا الكاتب الصحفي، ده راجل ناشط جدا في صحيفه وسال حتى عن وكمان زميل الدكتور حسن عماد في كليه الاعلام. يا ريت نسمعه بقى يتكلم في جزئيتين. وحتى هو المستشار سال عن هل هو مشتغل ولا مش مشتغل، فقالوا ده هو دكتور حتى. لا ده استاذ محمد الباز ده. ان هو مش عضو. لا ده استاذ يعني. طيب هو يسال رئيس التحرير برضك، لان هيبقى في مسؤوليه وفي قال لك العقوبات والكلام معروف. ويسال عماد فواز برضك على مدى الوثيقه، والوثيقه عثر عليها ازاي. فالراجل فاتح الملف بصراحه. يعني انا النهارده عادل بيه سعيد ده بصراحه يعني انا فوجئت ان هو لقيته عارف الموضوع. تمام. يعني هيتم استدعاء الاستاذ محمد الباز، الاستاذ عادل حموده، والاستاذ عماد فواز للتحقق من بعض الحاجات اللي نزلت في صحيفه الفجر واحدى الصحف الكويتيه. والله يا استاذ اسامه انا اتمنى لك يكون في انفراجه قريبه، واحنا معاك لو في اي تطور. استاذ رضا هلال ده استاذ جيل كبير او اجيال من الصحفيين. والامور استقرت تماما مع الطلاب ومع الاساتذه، وكان في جلسه بالامس للطلاب اللي صدر الحكم الاولي عليهم بالفصل مع رئيس الجامعه، ويعني تم تبادل الاراء، والطلاب اعلنوا عن ان هم عندهم قدر من الحماس، بيحبوا ان هم يعبروا عن رايهم. قد يكون حدث شيء من التجاوز، وهو شيء يعني نغفره لطلابنا ونغفره لابنائنا. ورئيس الجامعه بروح الاب وبروح الاستاذ استوعب كل ذلك، وبالتالي قرر ان يعرض الامر على مجلس التأديب الاستئنافي لكي يتم انهاء كافه العقوبات. يعني ما يعرض على مجلس التأديب الاستئنافي كده انتهت هتنتهي ان شاء الله. هتنتهي تماما. طيب نفس الشيء حدث مع الاساتذه اليوم برضو في لقاء مع الاساتذه، وكان بيسود جو كبير جدا من الود ومن التفاهم ومن تبادل وجهات النظر، والكل يعني كان بيصر على الحفاظ على القيم والتقاليد الجامعيه. ومن بين التقاليد الجامعيه طبعا انا بحب ان يعني انوه ان القيادات الجامعيه دايما بتكون مسؤوليه اعضاء هيئه التدريس. والطالب ليس له الحق في التعبير بكل شك، وله الحق في الاعتصام، وله الحق في ابداء رايه في اي قضيه من القضايا، ولكن ليس من شأنه تغيير القيادات الجامعيه. هذا شأن خاص باعضاء هيئه التدريس. يعني ده بتوجهه لاخواتك لابنائي في الجامعه، لابنائي وهم في الكلية. وهم استوعبوا ذلك ويدركوا ذلك، والامور يعني نقدر نقول اتحلت بالفعل. يعني بكره مش هنلاقي ولا معتصم نهائيا ولا واحد قدام الكليه. انا المفروض الامتحانات هتبدا امتى؟ الامتحانات هتبدا يوم 2 يونيو ان شاء الله. يعني على وشك. لسه الطلبه بتيجي دلوقتي؟ بيستعدوا وبيذاكروا الامور. لسه الطلبه يعني بتيجي دلوقتي الجامعه ولا الكليه ولا ولا متفرغين دلوقتي للمذاكره؟ لا، كليه الاعلام يا استاذ جابر بتعمل يعني على مدار اليوم، يعني حتى يوم الجمعه دايما فيها انشطه كتير. والحقيقه انا ليا عتاب على وسائل الاعلام وعلى يعني معالجه وسائل الاعلام لهذه التغطيه. المعالجه بيغلب عليها طابع انفعالي، طابع عاطفي، طابع دايما بيركز على رد الفعل. واعتقد دي مشكله موجوده في اعلامنا عموما، في اعلامنا المصري، سواء الاعلام الرسمي الحكومي او حتى الاعلام الخاص. عاطفي يعني معنى ايه عاطفي؟ يعني مثلا اللي كان شايف حضرتك مثلا اللي كان بيميل لايه الاعلام؟
يعني يميل لاي جانب، يميل لجانب دون جانب ايا كان هذا الجانب. انا ما بقولش ان الاعلام لابد ان يكون موضوع، ما فيش اعلام موضوعي حضرتك كده ان كان في اعلام موضوعي. لا ما فيش اعلام موضوعي، ما فيش اعلام موضوعي، لكن ما فيش اعلام محايد، لكن في مش في اعلام مهني موضوعي، في مهنيه، المهنيه لكن الموضوع كلمه اعلام موضوع دي مش موجوده. لا مش موجوده في اي مكان في الدين، لان انا بقول ان وجهه نظري انه اعلام محايد ماشي، مش موجوده، محايد مش موجود. لا ما فيش حياد، ومش مطلوب ان الاعلام يكون محايد. يعني يمكن ان يكون له بعض التحيزات، لكن لابد ان يعطي الاخر حقه الكامل في ابداء. طب انت شايف حضرتك بعد يعني بلاش خلينا في الفتره الحاليه دي. نعم. انت تشوف ايه اعلامنا شكله ايه؟ اعلامنا الحالي بلا رؤيه وبلا فلسفه وبلا برامج. القطاع الخاص والعام وفي معظمه احنا عندنا في العلم يعني ما نقدرش نعمم. هناك بالتاكيد هناك استثناءات، لكن الاعلام المصري يغلب عليه انعدام الرؤيه. يعني انعدام الوعي والدرايه بالمصلحه العامه للامه المصريه كمان. طبعا. طبعا. وانا استاذ اذاعه وتلفزيون في لا بالعكس، لا انا بتنور برأيك. لكن طبعا هذه يعني هذه القاعده لها استثناءات بالتاكيد. هناك لا هي الفكره لا مش طالب يعني طب يعني خليني برضه انتهز الفرصه. انت كراجل يعني اعتبرك خبير طبعا، ايه البرنامج اللي تحرص عليه؟ يعني حتى لو سميته، انا بس بستنير برايك والله مش اكتر. ايه البرنامج اللي انت تبقى حريص ان انت تشوفه؟ برنامج اخر كلام الصديق العزيز يسري فودة من البرامج النهارده على فكره في وبلا تحيز. انا بطبيعتي لا ما مش تحيز صريح تماما. النهارده يسري لا يعني النهارده في مقال الاستاذ خيري شلبي في صحيفه الاسبوع بيشيد كتير جدا يعني هو حضرتك يعني يسري فودة نقدر نقول ان ده المثال او النموذج للمهنيه في الاداء. في الاعداد الجيد، حاجه تبسط والله. طبعا اتكلمنا على اساس حاجه في القناه طبعا، وهو تلميذي وانا فخور بيه. يعني حاجه ما حضرتك بتشير لبرنامج لا وقناه اون تي في من القنوات المتميزه تماما. ريم ماجد متميزه جدا، حسن متميز جدا، اماني حضرتك يعني الحمد لله. لكن يعني عدم المهنيه، عدم انه في عاطفه في التناول. طبعا. انه يعني في تحيز، في اثاره. طيب شويه. خليني اخد حضرتك مثال لو اذا حبيت حضرتك يعني طب ما تديني مثال على مشكله الكليه. اقول لي سعادتك انا كنت عايز ارجع لها بس مش عارف اجيبها لك ازاي. مثال بارز جدا على مشكله الكليه. يعني كان هناك تغطيه مكثفه جدا لكل الخلافات اللي تمت خلال ال70 يوم الماضي. في نفس الوقت الكليه في النواحي التدريسيه والتدريبيه قامت بأنشطة ضخمة وكبيرة جدا في إطار هذه الأجواء الصعبة للغاية. على سبيل المثال وليس الحصر، تم استضافة الدكتور أيمن نور وأعلن عن برنامجه في كلية الإعلام. تم استضافة الأخ والصديق حمدين الصباحي وهو خريج الكلية، وكنا بنتمنى أنه يعلن برنامجه من كليته، من الكلية الأم. تم استضافة الأستاذ الدكتور حسن نفعة. تم استضافة سيادة الفريق مجدي حتاتة، وكلهم كان ليهم يعني رؤى وكان ليهم، ولم يحدث تغطية إعلامية. امبارح مثلا على سبيل المثال كان هناك مسرحية رائعة عرضها طلاب كلية الإعلام على مسرح الهسابير كتتويج للنشاط اللي بيقوم به طلاب الكلية. يعني عايز اقول لحضرتك كان في مثلا في الفترة الحرجة جدا دي كان عندنا ورشة عمل استمرت لمدة 10 أيام، عقدها مجموعة من الخبراء من مؤسسة دويتش فيلا الألمانية في إطار برنامج بين هذه المؤسسة وجامعة القاهرة. يعني أنا فهمت حضرتك، أنت تقصد إنه كان كل التركيز على كلية الإعلام هو الصخب. أيوه الاعتصام والبتاع، ونسينا ونسينا إن في عمل وفي ناس بتنجز وفي ناس بتحاول. عند حضرتك حق. يعني مجرد مثال يعني. لا بالعكس، عند حضرتك حق في المثال.